مجرد قرار بيتاخد في 5 دقايق بيحدد ليك شكل حياتك في ال40 سنة اللي جاية. متخيل؟ والمشكلة إن أغلب الناس بياخدوا القرار ده غلط، وضريبة الغلط للأسف ما بتتعوضش لأنها ببساطة عبارة عن عمرك. فتعالى يا صديقي أعرفك إزاي تختار القرار الصح وأنت مطمن مليون في المية إنك على الطريق الصح إن شاء الله. هيبقى معاكم زيزو والدبلير مالك، ويلا بينا على الفيديو. نرجع بقى يا صديقي لموضوعنا الأساسي. الفيديو ده إن شاء الله هيكون متقسم ل6 جزئيات، حاجات لازم تعرفهم عشان تعرف هدفك وتعرف فعلا إيه الكلية المناسبة ليك. فخلينا نبدأ وأنا أتوكل على الله. واحد، الاختيار على حسب المجموع. من أكبر الغلطات اللي إحنا بنقع فيها هي إننا بنربط مجموعنا باسم الكلية، بحيث المجتمع أقنعنا إن في كليات واو أوي، وكليات لما تسمع اسمهم عادي، يعني ده في كلية كذا. ولأن الإنسان دايما بيحب يحس إنه مميز فبيجري دايما ورا الواو. النتيجة ناس كتير بتدخل طب أو هندسة وبعد سنة بيحول. طب ليه؟ لأن الفكرة ببساطة إنه جري ورا اسم الكلية، مش ورا هدفه ولا الحلم اللي بيطمح ليه فعلا. ومع ذلك نفس الشخص ده لو كان مش ورا حلمه وصوته اللي جواه، كان ممكن يعمل 3 أضعاف اللي هيعمله في كلية القمة. طب هتقولي هل معنى كلامك كده يا زيزو إني ما أدخلش ولا أفكر في كلية القمة؟ الفكرة لأ طبعا. أنا كل اللي بعمله دلوقتي إن أنا بساويه كليات القمة مع الكليات العادية، عشان لما تيجي تختار بجد ما يفرقش معاك دي كلية قمة ولا دي كلية من كليات الشعب، إنما هل الطريق ده هيخدم أهدافي فعلا ويحقق اللي أنا عايزه ولا لأ؟ اتنين، الاختيار على حسب الناس. في القرار ده بالذات وانت بتحدد مصير هتلاقي ضغط حواليك من كل ناحية، من اهلك لقرايبك لاصحابك للمجتمع كله. كل واحد عايزك تدخل حاجه، كل واحد مقتنع انه عارف مصلحتك. هتلاقي واحد يقول لك ادخل طب دي قمه النجاح، التاني يقول لك ادخل تمريض ده انت هتبقى ضامن شغل، والتالت يقول لك ادخل الكليه اللي صاحبك داخلها. ولكن في كل الاصوات دي غالبا في سؤال واحد محدش هيساله لك: انت عايز ايه؟ لان في النهايه هم مش هيحضروا المحاضرات مكانك، ومش هم اللي هيصروا يذاكروا، وبرضه مش هم اللي هيشتغلوا بالشهاده دي بقيت عمرهم. يعني من الاخر انت اللي هتعيش القرار ده مش هم. فاسمع نصايح الناس ماشي، لكن ما تخليش حد يختار مستقبلك، لانك انت الوحيد اللي هتشيل نتيجه اختيارك. 3، لازم تعرف نفسك. اسال نفسك هل انت بتحب تتعامل مع الناس؟ بتحب تحل مشاكل؟ بتحب الحفظ ولا الفهم؟ عندك القدره تقعد قدام اللاب 8 ساعات؟ هدفك الفلوس ولا الرساله اللي بتقدمها؟ واسئله كتير جدا هتساعدك فعلا تعرف ايه اللي هينفع معاك وايه اللي ما ينفعش. ودايما وانت بتسال نفسك حاول تطلع العاطفه من دماغك، وشوف في الاخر ايه اقرب كليه هتجاوب على اسئلتك. 4، البحث عن سوق العمل. شوف هل وظائف الكليه دي متوفره في منطقتك بسهوله ولا لا. طب لو متوفره، الرواتب عامله ازاي؟ طيب فرص السفر سهله ولا لا؟ وهل محتاجه حوارات اصلا عشان تعرف تسافر؟ طب هل الذكاء الاصطناعي هيأثر عليها ولا لا؟ واسئله كتير بقى وعلى هذا الحال. 5، قابل ناس خريجه من الكليه عشان تعرف مزاياها وعيوبها. ولكن خد بالك من شيء مهم جدا: المزايا والعيوب بالنسبه لكل شخص هي شيء متغير. بالنسبه لشخص مثلا شايف ان مفيش شغل ليه، ولو فيه المرتبات ضعيفه. الفكره هنا بقى ان لازم الشخص ده يبذل مجهود اضافي من كورسات ومهارات وما الى غير ذلك، لان حاليا مش بقى انت الوحيد اللي خارج من الكليه دي، ده بقى في مليون واحد بيتخرج معاك من نفس الكليه كل سنه. فايه اللي هيميزك انت ويخلوهم يختاروك انت بالذات؟ ونيجي بقى لاخر نقطه في الفيديو ودي هتكلم فيها عن نفسي. ليه اخترت تجاره انجليش مع اني جايب 87%؟ هعرفك ازاي فكرت ورسيت في الاخر ازاي على القرار بتاعي. فيلا بينا. رغم ان كان مجموعي السنه اللي فاتت كان 87%، وكان قدامي حاجات محترمه زي بيطري، تمريض، وعلوم، وغير كده الحمد لله كان عندي القدره الماليه ان ادخل اي كليه انا عايزها في مصر. ولكن بفضل الله اخترت قرار مش ندمان عليه بصراحه طول حياتي. فخليني اقول لكم الحكايه بدات ازاي. في بدايه السنه ما كانش في دماغي الدراسه قوي، كانت عادي يعني فاهم. ولكن مع الوقت بدات استمتع بالتجربه، حبيت شعور الانجاز اللي كانت الدراسه بتدولي. كنت كل ما اخلص حاجه في اي ماده الدوبامين كان بيضرب عندي، فكان حاجه رايقه بصراحه. ومره واحده بقيت اعشق الدراسه، وبالخصوص الاحياء. حبيت فهم طريقه عمل الجسم البشري والميكانيزم بتاعته بالذات قوي. فحطيت الطب البشري هدف ليا وبقى حلم بالنسبه لي. حاولت اعمل كل اللي عليا، لكن بطبيعه الحال تعرضت لضغط نفسي وجسدي وايه تاني اي حاجه انت متخيل، لدرجه ان جت عليا فتره كرهت حاجه اسمها دراسه. ولكن كنت لازم اكمل عشان اوصل للحلم اللي انا عايزه.
ولو ما وصلتش ما ندمش بعدين. وجت بعدها فترة الامتحانات وما شاء الله اني ما جبش مجموع طب بشري. بصراحة تعبت أوي. عارف انت الغصة اللي كده اللي بتيجي في القلب دي اللي انت تحس، كان احساس مش حلو يعني. عامة حسيت ساعتها بالفشل وان كل اللي عملته ملوش اي 60 لازمة. المهم اهلي شافوا حالتي النفسية مش افضل شيء، فقالوا لي احنا شايفينك اجتهدت وعملت اللي عليك فعلا، وشوف اي كلية خاصة انت عايز تدخلها واحنا هندخلها لك اليوم اللي بعده. بصراحة انبسطت ان موجودي فعلا شاف وحد فعلا حس بيه. ولكن جيت عند نقطة الكلية الخاصة ووقفت لحظة، قلت في نفسي انا ما جبتش مجموع الطب البشري، واكيد ربنا كاتب لي ان انا ما ادخلهاش، فليه اجبر نفسي ان انا ادخلها طالما انا ما عرفتش اجيبها بمجموعي؟ وجيت فكرت بالمنطق، لو كان ده اقصى جهد اقدر ابذله في الثانويه العامه، فاكيد لو دخلت طب بشري ولا حاجه هضطر ابذل نفس الجهد وممكن اكتر كمان عشان اعرف ابقى كويس في الكليه. وانا بصراحه اكتفيت، كنتش عايز اعيش نفس الضغط ولا نفس اسلوب الحياه ده تاني. في حين اساسا ان انا اكتشفت رغم تقديري للطب البشري واني فعلا عايز اتعمق في المجال ده قوي، ولكن كان جزء كبير جدا من هدفي كان اللي مسيطر عليه هو العائد اللي هيرجع من الطب البشري. فاكتشفت ان الكليات الطبيه هتلبي الجزء الكبير من حلمي ده على مدى طويل، يعني 30 سنه 20 سنه، فتره طويله عقبال ما اعمل لي سمعه وشهره سمعه ايه الشهره الاسم هو السمعه والشهره شويه. المهم كنت هبقى محتاج فتره طويله جدا من الجد والاجتهاد والعمل عشان اوصل للي انا عايزه فعلا. فبدات افكر لاقرب كليه ممكن توصلني للدوافع الحقيقيه فعلا. وبصراحه كان عندي 3 خيارات: تمريض، حاسبات ومعلومات، وتجاره. تمريض كان اقتراح من ناس كتير قوي اعرفها بسبب سهوله السفر وانك ضامن شغل بعد ما تتخرج، والمرتبات بره دول الخليج محترمه. ولكن لما جيت فكرت فيها لهدفي انا كان مجرد ضمان وظيفه ما كانش كفايه بالنسبه لي، يعني كنت بدور على حاجه تناسب طموحي فعلا على المدى البعيد. ثانيا المرتبات بره كانت محترمه كل حاجه، لكن مش قابله للزياده اللي انا متوقعها. من الاخر في حد اقصى تقدر توصل له بعد عدد سنين شغل معين، وانا بدور على اعلى من كده بصراحه. وغير كده برضه هي متعبه موت وضغط الشغل عالي قوي، فطلعتها من الحزب. ثانيا حاسبات ومعلومات. حاسبات ومعلومات كانت خيار بالنسبه لي ممتاز لاني كنت اصلا بعشق البرمجه ومرتباتها جباره، ولكنها صعبه في حاجه انك مش بتنافس في بلدك بس، انت بتنافس على مستوى العالم كله. يعني مش كفايه انك تخلص الكليه وتدنك قاعد، لا، محتاجه طبعا كورسات وسكيلز وحاجات كتيره جانب الكليه. وطبعا حاليا التعلم بجانب اي كليه بقى شيء عادي، يعني كل كليه ولازم معاها حاجه اضافيه لازم تعملها عشان تشتغل او توصل لمرتب محترم انت عايزه فعلا. ولكن كان فيها مخاطره جديده بالنسبه لي، هو ان مفيش حد يوجهني ويحطني على الطريق الصح من الاول، يعني هضطر ابذل مجهود عالي عشان بس اتحط على الطريق الصح. فاجلت الكليه لحد ما اشوف باقي الكليات المتاحه، وجيت عند تجاره. تجاره كانت بالنسبه لي في الاول اللي هي تجاره تجاره تجاره. وطبعا كلامي وقتها كان بسبب سمعه البلد اللي كانت مطلعاها عليها وقد إيه هي وحشه والكلام ده. فبدات افكر فيها، قلت نديها فرصه وماله. وبدات اسال ناس متخرجه من الكليه، لقيت ناس بتقول دي ما فيهاش شغل ومش هتعرف تعمل اي حاجه بعدها، وفي الاخر هتطلع بمرتب ضعيف جدا. ولكن جه في دماغي سؤال: ليه ما تكونش المشكله في ان الشغلانه بقى فيها تشبع من الخريجين نفسهم؟ يعني بقوا محتاجين خبره ومهارات ولغه وشهادات وحاجات اضافيه، لازم على الاقل حاجه تبقى موجوده منهم عشان تميزك فعلا وتخلي اي شركه تختار. وفعلا هي دي كانت مشكله المجال الوحيد، ولكن مش كانت مشكله بالمعنى الحرفي يعني، هي فقط محتاجه جهد زياده، مع ان كلها اساسا سهله يعني متوسطه. فانت الجهد الزياده يعني تحط شويه صعوبه، فاهم؟ فلما جيت حسبتها وبحثت عنها وفهمت كل حاجه عنها لقيتها فعلا مجال محترم جدا واخره طويل، وغير كده فرص عمله بره عاليه. فبدات اعجب بالمجال، ومن احد الاسباب اللي خلتني اختاره وادخله هو بالذات ان كان عندي في العيله فعلا ناس كويسه هتساعدني وهتوقفني على الطريق الصح من اول المشوار، وده هيخلي الواحد يسمع حاجات كتير قوي عن سنه. فبدات اقتنع بيها تماما وقررت اقول لاهلي. في الاول حسوا ان امكانياتي هتضيع في مكان زي كده والناس تحق ادخل كليه احسن من كده، ولكني اقنعتهم ان الكليه دي مظلومه فعلا بجد والله. والان بعد ما عدى سنه كامله على اتخاذ هذا القرار، احب اقول لك ان انا مش ندمان ولا، عارف انت ال 0.11، لا استنى 0.01% مش ندمانها والله. وانا شايف فعلا ان القرار ده من احسن القرارات اللي اخدتها في حياتي
عمري ما هندم عليها باذن الله بعدين ان شاء الله. برضه احب اقول انك لو ذاكرت في الثانويه العامه وعرفت ازاي تذاكر، هتيجي تدخل اي كليه هتلاقي الدنيا سهله فيها خالص. وهتقول بالنسبه لك ايه لعب العيال ده. واحب اقول ان بسبب مذاكرتي في الثانويه العامه والضغط اللي حصل لي ساعتها، بسببه دلوقتي بقيت اعرف اذاكر والدنيا بقت سهله خالص. وغير كده الواحد بقى انضج واوعى بكتير عن زمان. فعلا انا راضي كل الرضا عن اللي عملته في الثانويه العامه. ولو رجع بيا الزمن وجبت مجموع طب بشري هختار نفس الكليه تاني والله. وفي النهايه دي كانت قصتي انا وهدفي انا. بالنسبه لكل واحد عنده هدف مختلف ورغبه مختلفه. فكل المطلوب منك مش تاخد اللي انا عملته وتطبقه عليك بالحرف، لا، بس تاخد نفس طريقه التفكير عشان تحلل صح وتوصل للي انت حابه فعلا. وفي الاخر حبيت اشارككم قصتي على هدف تستفادوا باي حاجه، حتى لو بسيطه، في اتخاذ قرار مهم زي ده. وباذن الله فعلا تكونوا استفدتوا اي حاجه في الكلام اللي انا قلته، وما اكونش ضيعت وقت اي حد فيكم. وكان معاكم زيزو، اشوفكم في فيديو تاني. السلام عليكم.